السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي قدام حضراتكم ده كشاف، والكشافات ديت محلات كتيرة جدا وأماكن كتيرة جدا ما بتستغناش عنها، لكن بيرجع ويتحرق. في لدات زي اللدة اللي قدام حضراتكم اللي هي فيها نقرة سودا دي، تمام، ودي لدة تانية اهي فيها نقرة سودا اهي، تمام. ممكن يكون في لدات كمان ضعفت، وارد جدا ان هي تتحرق زيها زي اللمض الليد. في 3 أو 4 طرق ممكن نستخدمها. في عندنا الكاوية، وعندنا القلم الرصاص واللزق، وعندنا اللي هو الورق الألمونيا، تمام، اللي هو زي ده كله ده بيلمس ماس. عندك القلم الرصاص ده رصاص بيوصل ماس، عندك الورق اللي هو الألمونيا بيوصل ماس، عندك اللي هو الكاوية بالأسدير هتوصل ماس، تمام. يبقى عندنا في 3 خطوات. بالنسبة اللي في البيت اللي عايز يستخدم الحاجات، ممكن يستخدم الورقة اللي هي السلوفان ديت اللي هم بيستخدموها في المطبخ، والقلم الرصاص واللزق. يقدر بالطريقة اللي انا هوريها لحضراتكم. طريقة فك اللي هو الكشاف سهلة جدا. اي كشاف اما يبقى ليه افزان، يا اما بمسامير يا اما افزان اما تبقى ضغط، تمام. واللي قدامكم ديت ازازة. الازازة دي هي اللي بتبقى الوش بتاع الكشاف نفسه او الفانوس نفسه. دي بتتشال بعد ما خلاص ما بتشيل اللي هي ايه الافزان اللي كانت موجودة. زي ما انت شايف في محولين قدام منك. اللمبة بيبقى ليها محول واحد، تمام. المحول ده بيبقى صغير، لا دي بقى الكشاف ده ليه محولين. الكارتة دي اللي قدام حضراتكم دي نصين. لو تلاحظوا هنا ان في نقطتين اسدير هنا ونقطتين اسدير هنا اللي هم دول، ده موجب وسالب، وفي الناحية التانية موجب وسالب. هما كارتتين او كارتين بس ملتزقين في بعض. احنا بنعمل ايه حضراتكم؟ بنيجي على اللمض اللي هي او الليدات اللي هي عليها النقط السوداء دي، وبنقشرها باي حاجة. لو حضرتك معاك قصافة مع اي حاجة هتقدر تقشرها، تمام، بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ديت. طب لو انا في البيت وما عنديش الامكانيات انت بتتكلم عليها الكاوية والكلام دوت، هنجيب قلم الرصاص. شايف قلم الرصاص ده لما نقعد نفرك فيه كده اهو بنفس الطريقه دي كده هيعمل زي يكون من التراب الاسود، تمام. التراب الاسود ده بيبقى عباره عن رصاص، والرصاص ده اساسا بيوصل ماس كهرباء، تمام. لو احنا عملنا كميه كتيره وغطينا المكان ده وجبنا لزق ولزقناها هتشتغل. طيب الورق اللي هو السلوفان ده، الورق السلوفان ده برضك بيوصل ماس. لو احنا طبقنا حته صغيره بنفس الطريقه دي كده اهو، لو ما عندناش قلم رصاص، وجينا على قد اللي اتضايق بالظبط ورحنا حطيناها فوق منها كده وجبنا اللزق وبرضك ولزقنا عليها، هتشتغل معانا وهتبقى تمام. طيب غير كده ايه الاحسن؟ انا بحب اشتغل يا اما بالاسدير يا اما بالسلك، تمام. عندك ده سلك من اللي هي ايه الاسلاك اللي هي اي سلك ممكن كهرباء، تقشره وتاخد منه فرع وتعمله بأسدير بنفس الطريقة دي، وتوصل مكان الموجب والسالب بحيث ان ما يفكش بعد كده. طب ايه الفكرة الرابعة؟ الفكرة الرابعة انك تجيب أسدير وتزود أسدير على طول على اللداية نفسها، تمام. هتعمل لوك يعني قطعة كده من الأسدير فوق اللمبة نفسها. طب احنا عملنا خلاص كده، ظهر عندنا ادي 1 2 3 لمض اللي احنا شاورنا عليهم عملناهم، تمام. يبقى خلاص سيبنا من القلم الرصاص وسيبنا من الورق اللي هو السلوفان. لازم يكون عندك بقى عندك اللي هي ايه الدايره اللي انت بتقيس بيها، اللي هم بيسموها السيريا، تمام. السيريا دي انا كنت وريتها لكم في فيديو قبل كده ازاي تستخدموها. السيريا دي فيها كابل بيبقى كهرباء حيه، وفيها كابل تاني بيوصل للي هو الترانس اللي بينور اللمبه اللي قدام حضراتكم ديت. فبتطلع لنا كهرباء خفيفه نقدر يعني نقيس بيها الليدات من غير ما تحرق الليدات. طب لما قسنا لقينا جنب واحد اللي شغال، يعني كارتة واحدة اللي شغالة، مع ان الملفين او الترانسين معمولين بسلكين 2 احمر واسود. طيب لما جينا نقيس بقى نشوف للداية في الكارتة التانية، اكتشفنا ان الداية اللي هي عاملة مشكلة. لما تجيب جفت او تجيب اي حاجة، ودي حاجات شفتوها في فيديوهات قبل كده ازاي انت تقيس اللداية، تمام، بتعرف فين اللداية اللي هي اللي فيها مشكلة، وبتضطر ان انت تعمل لها قفلة زي ما احنا عملنا بالظبط. هو الاحسن واحسن ان احنا نغير الليدات، بس الموضوع بيبقى صعب، والاحسن واحسن ان احنا نغير الكارتة كلها. لو غيرنا الكارتة كلها هيبقى احسن حاجة يعني، تمام. وهنا بقى بنشوف
الليدات بنغيرها. دي بقى الكهرباء الحيه، يعني احنا خلاص شلنا السيريا اللي كنا بنقيس بيها وعرفنا بقى العيوب، وجبنا اللي هو الكابل اللي هو بتاع الكهرباء الحيه، يعني فيشه بتركب في الكهرباء وتخرج سلكتين. لو انت مسكت السلكين دول هتتكهرب. فالسلكين دول بنربطهم مباشر الى الموجب والسالب اللي جايين من الملفات او الترانسات اللي رايحه على الكارتات دي. خلاص احنا اكتشفنا كده الليدات المحروقه وعملناها بالاسدير بنفس الطريقه اللي قدام حضراتكم ديت. وفي ليدات ضعيفه تاني بتسبب مشكله، تمام، لان بعد ما انت بتخلص هتجرب وممكن بعد شويه تبص تلاقي ايه جنب يطفى جنب يضعف كلام من ده، بيبقى في ليدات ضعيفه بتسبب المشكله. فانت بتتابع الموضوع لغايه ما تتاكد ان خلاص كده كله تمام. خلاص احنا اكتشفنا كل الليدات خلاص. وبالكاوية اللحام انا زودت اسدير لان الحاجه ديت موجوده دلوقتي. وصلت كهرباء حيه على طول للمحول، تمام. وكده خلاص ابتديت ان انا اقفل اللي هو اقفل اللي هو الكشاف او الفانوس، تمام. وخلاص كده الموضوع خلص. هو الكشاف ده 100 واط، تمام. واقفل الكليبسات بتاعته وزي الفل. خلاص هنا بقى دول السلكين موجب وسالب رايحين للترانسين. وزي ما حضراتكم شايفين دي الفيشه اللي جايه من الكهرباء، كهرباء حيه. لما بلمس الاتنين بيشتغل الكشاف معانا بطبيعته، والنور بتاعه بيبقى قوي جدا بنفس الطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده، تمام. وخلاص احنا كده خلصنا تصليح الكشاف. زيه تقدر تصلح اللمبه الليد، تقدر تصلح اي حاجه ليد تعرف ان انت تصلحها. دي اللي هي السيريا، واللي قدام حضراتكم دوت اللي هي الفيشه اللي فيها الكهرباء حيه. وهما الاثنين بنستفاد بيهم في السيريا، الاثنين بنستفاد بيهم في السيريا. وكده حضراتكم وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك ليصلكم منا كل جديد. وبقى تابعوا صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا الرابط بتاع الفيسبوك على القناة عند حضراتكم. وانا اتشرفت بيكم. وادي الكشاف اهوت بعد خلاص ما خلصناه وقفلناه وتمام. الاضاءة بتاعته غطت على الاضاءة الموجودة في المكان. السلام عليكم.